السنة هي 360 قبل الميلاد. الفيلسوف اليوناني أفلاطون يضع ريشته على الرق، يكتب عن جزيرة عظيمة قوية ومتقدمة. هذه هي أطلانتس، أرض ذات جمال لا مثيل له وبراعة تكنولوجية. ثم تحدث مأساة، زلازل وفيضانات، وأخيرا تختفي أطلانتس تحت الأمواج. هل كانت أطلانتس حقيقية أم مجرد قصة تحذيرية؟ لقد أسرت هذه القصة المؤرخين وعلماء الآثار والحالمين لقرون. قصة أطلانتس تسلط الضوء على قوة الغموض الدائمة. بعض الألغاز تستمر ليس لأنها غير قابلة للحل، ولكن لأن الإجابة تظل بعيدة المنال. هل بنى أفلاطون أطلانتس على حضارة حقيقية؟ أم أنه نسج قصة خيالية لتوضيح نقاط فلسفية؟ قد لا نعرف أبداً. إن البحث عن أطلانتس مثل السعي وراء العديد من الألغاز التي لم تحل، يتحدث عن رغبة بشرية أساسية. نتوق لفهم العالم من حولنا، لكشف أسراره، ولتجميع قصص الماضي المجزأة. إن سحر المجهول قوة هائلة تدفعنا للاستكشاف والتساؤل والخيال. قصة أطلانتس، سواء كانت متجذرة في التاريخ أو مولودة من الخيال، لا تزال تفتن. إنها بمثابة تذكير باتساع المجهول وحدود فهمنا الحالي. أسطورة أطلانتس التي تنتقل عبر الأجيال تدعونا للتفكير في الألغاز التي لا تزال مخفية في انتظار أن يتم اكتشافها. الألغاز لها قوة فريدة على خيال الإنسان. إنها تغرينا بالأسئلة وبلمحات من المجهول. الألغاز التي لم تحل على وجه الخصوص تمارس قوة جذب هائلة. إنها تمثل قصصاً غير مكتملة، وأسئلة تركت دون إجابة، وألغازاً تفتقد قطعاً حاسمة. لماذا ننجذب إلى ما لا يمكن تفسيره؟ ربما يكون الأمر هو إثارة المجهول وإمكانية أن نكشف حقيقة خفية. ربما يكون تحدي اللغز والرغبة في اختبار ذكائنا ضد مشكلة تبدو مستعصية. أو ربما يكون شيئاً أكثر عمقاً، حاجة إلى الاعتقاد بأنه لا تزال هناك ألغاز في العالم، وأنه لا يمكن تفسير كل شيء بالمنطق والعقل. مهما كان السبب، فإن افتتاننا بالألغاز التي لم تحل أمر لا يمكن إنكاره. من اختفاء أميليا إيرهارت إلى هوية جاك السفاح، هذه الألغاز لا تزال تجذب خيالنا وتذكرنا بحدود معرفتنا والقوة الدائمة للمجهول. العالم مليء بالألغاز الكبيرة والصغيرة. بعض الألغاز قد نحلها يوماً ما، قد يبقى البعض الآخر بعيد المنال إلى الأبد. لكن السعي وراء هذه الألغاز، رحلة الاستكشاف والاكتشاف، هي التي تثري فهمنا للعالم ولأنفسنا حقاً. القليل من الألغاز استحوذت على خيال الجمهور تماماً، مثل اختفاء أميليا إيرهارت. في عام 1937 شرعت إيرهارت وهي طيارة رائدة في محاولة جريئة للدوران حول العالم. رحلتها التي تابعتها الصحف والبث الإذاعي عن كثب استحوذت على انتباه العالم. ثم صمت. فوق المحيط الهادئ اختفت طائرة إيرهارت. على الرغم من عمليات البحث المكثفة، لم يتم العثور على أي أثر لإيرهارت أو ملاحها أو الطائرة. يظل اختفاء أميليا إيرهارت أحد أكثر ألغاز القرن العشرين ديمومة. النظريات كثيرة، تتراوح من عطل ميكانيكي إلى أسر ياباني، إلى احتمال أن تكون إيرهارت بخيبة أمل من الشهرة قد رتبت اختفائها بنفسها. إن عدم وجود إجابات محددة لم يؤجج سوى التكهنات. أصبحت قصة إيرهارت بمثابة لوحة فارغة نسلط عليها نظرياتنا وآمالنا ومخاوفنا. يمثل اختفاؤها تذكيراً صارخاً بقوة المجهول وهشاشة المسعى البشري. اتساع المحيط، الطبيعة القاسية للعناصر، والقيود التكنولوجية، كلها تضافرت لخلق لغز قد لا يتم حله بالكامل أبداً. ومع ذلك يستمر البحث عن إجابات. تظهر أدلة جديدة ويعاد فحص النظريات القديمة، ويستمر الأمل في الكشف عن حقيقة اختفاء إيرهارت. يعد لغز أميليا إيرهارت بمثابة شهادة على القوة الدائمة للفضول والرغبة البشرية في إيجاد معنى في مواجهة المجهول.